السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله هذه الحلقة تكون ممتعة، بسبب إن الكتاب اللي بتناوله كتاب الحقيقة للفنان والمغني العربي عبد الحليم حافظ. وهذا الفنان له عشاق كثيرين من البحرين، منهم من ألف هذا الكتاب وأهداني إياه الدكتور عصام العلوي. والحقيقة الكتاب هذه الدكتور عمل تدشين في مؤسسة الأيام، في مكتبة الأيام، فكان احتفالية جدا جميلة وحضروها العديد من الشباب. الكتاب يتناول حياة الفنان عبد الحليم حافظ وعلاقة البحرينيين بالمغنيين عبد الحليم وفريد وعبد الوهاب وأم كلثوم وغيره، إلا أنه هو من عشاق عبد الحليم، ولذلك ركز على عبد الحليم ومراحل اللي مر فيها هاي الفنان إلى أن توفى الله يرحمه. الكتاب من 287 صفحة، فيه العديد من الصور عبد الحليم وشخصيات كبيرة، وعبد الحليم مع شخصيات خليجية، والحقيقة ذكريات جميلة، وفي صور من ضمنهم حق الدكتور خالد العلوي وكيل وزارة التربية وكيل مساعد وزارة التربية في أوائل السبعينات، وكيف كان هو من عشاق الفن الغربي إذا صح التعبير. ففي عن أحمد الجميري وفي عن مجموعة من الفنانين البحرينيين. فالكتاب الحقيقة جدا طيب، وأتمنى له كل خير، وموجود في جميع مكتبات البحرين. شكرا يا دكتور عصام على إهداك للكتاب.